السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. بعد المونديال التاريخي الذي قدمته دولة قطر والاستضافة الأكثر من رائعة التي ستبقى في أذهان جميع من حضر هذا العرس الكروي، خاصة أن البطولة ختمت بتتويج ليونيل ميسي والأرجنتين بكأس العالم، ليسجل بذلك اسم دولة قطر بجانب ميسي وأعظم نهائي كأس العالم في التاريخ. وبعد حركة البشر الذكية، أعلنت جامعة قطر رسميا عن تخصيص الغرفة التي أقام بها الأسطورة ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفا مصغرا للزوار، وهذا ما سيساهم في إنعاش قطاع السياحة في قطر والعودة عليها بمداخيل طائلة، ليس فقط حاليا بل على مرور الوقت، لأن الأجيال القادمة لن تفوت الفرصة وستأتي بكل تأكيد لمشاهدة الأماكن التي أقام فيها ليو ميسي في آخر مونديال له. في نهاية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات،